سامحوني ماما، هسألك سؤال بس عايزك تركزي معايا كويس قوي في السؤال ده. تخيلي كده انتوا قاعدين بتتغدوا وانتي عاملة يعني اي اكل كده، وبابا بيدوق الملوخية مثلا وقالك ايه الملوخية دي؟ ده انا امي لما كانت بتعمل لنا الملوخية كنت ببقى راجع كده من الشارع على السلم بس ريحة الملوخية اقول امي عاملة ملوخية، مش الملوخية البايظة بتاعتك. ايه مشاعرك؟ هو قارنك بامه، قارنك باخته، حاسة بايه؟ تخيلي كده جوزك جاي من بره وبعدين في وسط القعده ولا في وسط الكلام عمل كده، قال لك ايه ده؟ ايه التراب ده؟ ده انا بخش بيت اختك، او بيقارنك باختك انت مش بحد من عنده في العيله، البيت بيبرق، الدنيا نظيفه، انت اللي دايما بيتك كده كله تراب، وبيتنا كده مش نظيف والدنيا مكركبه، بصي ايه مرمي فين وايه مرمي فين، الواد ريحته كده عرق وحالته ده انا الاسبوع اللي فات لما كنا بنزور اختك بشيل ابنها كده الواد ريحته. بيقارنك باختك، هتبقي مبسوطه وحاسه بايه؟ في مشاعر كده نفسي توصل لنا يا جماعة، فيها وجع، بس عايزكم تفكروا ايه هي. يعني ايه المشاعر اللي واصله لك لما جوزك يبقى دايما بيقارنك حتى لو باختك؟ دايما المقارنة مستمرة، يعني الاكل، الشرب، نظافة البيت، اللبس، اي حاجة. حاسة بايه؟ عارفين بنحس بايه؟ بحس كأنه عايز يقول لي انه هو خد زومبا، وان جوز اختي هو اللي محظوظ، وانه كان يتمنى لو يتجوزها هي. واحيانا في ستات فعلا تطلع باللفظ ده، كنت رحت اتجوزتها هي. اه ده حقيقي، من كتر الجرح والوجع ومن كتر المقارنه بحسس اللي قدامي اني ما كنتش اتمناك انت، بحسس ابني كنت اتمنى ابن عمك مكانك، اصل انت مرفوض. خدتوا بالكم من الحته دي؟ بابا ركز معايا في السؤال ده برضو. لو مراتك بتتكلم معاك في ظروفنا الماديه بس قالت لك ايه بقى؟ اشمعنى انا اللي عامله كده؟ ده انا جوز اختي يرجعوا من الغردقه يروحوا شرم الشيخ، وانت اللي معيشنا يعني يا دوبك وعلى القد. احنا ليه عايشين محلك سر؟ هو انت ليه عامل فينا كده؟ ده جوز اختي بيغير العربيه كل كام سنه. ايه احساسك؟ اعتقد بابا عايز تولع الدنيا، يعني عايز تكسر الدنيا. تخيلوا معايا بابا الراجل الناضج الكبير المقارنه بتوجعه، ماما الام اللي كونت بيت وشخصيتها اتبنت المقارنه بتجرحها، الطفل اللي كيانه بيتكون. ركزوا معايا، هيوصل له ايه؟ زي ما قلت لكم، انت مرفوض.